بيبدأ الفيلم مع قافلة عسكرية أمريكية في دولة أفغانستان، وكانت القافلة دي في مهمة معينة وكانت ماشية، وفي واحدة من العربيات دي كان موجود المليونير ومطور الأسلحة توني ستارك، وبيقعد توني يتكلم ويهزر مع الجنود. وفجأة عربية من عربيات الجيش بتنفجر، وفي عصابة إرهابية عملوا كمين لعربيات الجيش، والجنود خرجوا وبيدافعوا عن نفسهم، بس معظمهم بيموت لأنهم ما كانوش مستعدين لأي هجوم. وتوني بيهرب بسرعة وبيروح يستخبى ورا صخرة، بس في صاروخ بيتحدف جنبه، وتوني بيلاحظ ان الصاروخ من صنع شركته، والصاروخ بينفجر جنبه. وتوني بيعيش لانه كان لابس بدلة واقية، بس في شوية شظايا اخترقت جسمه وبيفقد الوعي. وبنرجع في فلاش باك قبلها ب 36 ساعة، وساعتها كان توني بيتكرم وهيدوله جايزة لان توني ستارك كان عامل مشاريع كتير في البلد، وبيعرضوا قصة توني ستارك وصور ليه من طفولته، وبيتقال ان هو ابن المليونير المعروف هوارد ستارك. وتوني كان شخص عبقري وبنى اول اختراعاته وهو عنده 6 سنين. والده ووالدته توفوا في حادثة عربية، فأصبح توني هو رئيس شركات ستارك، وطور من اختراعات الشركة واخترع روبوتات وأسلحة قوية. وبيتكلم بعدها العقيد جيمس وبيمنح توني الجايزة، بس الغريب إن توني ما كانش في الحفلة أصلا، فالمساعد بتاع والده وشريك والده السابق اللي اسمه ستين بيطلع ياخد الجايزة. وتوني وقتها كان في الجازينو وبيقضي وقته مع البنات، ولما كان خارج بتيجي صحفية اسمها كريستين عايزة تسأل توني شوية أسئلة، وبتسأله عن الأسلحة اللي بيصنعها للجيش. فهو بيقول لها والدي ساعد أمريكا في هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الثانية، ولازم عشان نضمن السلام نكون أقوى من أعدائنا. وغير كده أنا بنقذ أطفال كتير عن طريق الأجهزة اللي شركتي بتخترعها في المستشفيات. وبيبان من الحوار ده إن توني شخص مغرور جدا وشايف نفسه إن هو أكتر شخص مفيد للبلد. وتوني بيقدر يجيب الصحفية كريستين للبيت وبيقضوا مع بعض وقت لطيف. وتاني يوم الصبح كريستين بتصحى من صوت الذكاء الاصطناعي اللي في بيت توني، والذكاء الاصطناعي ده كان اسمه جارفيس، وجارفيس كان مسؤول عن كل شيء في بيت توني وفي المختبر بتاعه. وكريستين وهي ماشيه من البيت بتقابل المساعده بتاعت توني اللي اسمها بيبر، وبيبر بتساعد توني في اعماله قبل ما كان رايح يركب طيارته. وبيقعد مع صاحبه العقيد جيمس، وجيمس ما كانش عاجبه الاستهتار اللي توني بيعمله في حياته. وبيوصل توني بعدها افغانستان وبيقابل عساكر الجيش الامريكي وبيوريهم احدث اختراعاته، وهو صاروخ جديد اسمه جيركو، وبيكون جواه صواريخ كتير بتتوزع في كل الاماكن. وبيعرضوا قدامهم قوة الصاروخ. وبعد العرض ده توني بيتكلم مع ستين، وتوني بيعرفه ان هو قدم السلاح للجيش، وبيركب توني عربية الجيش وبيتحركوا، وبيحصل الهجوم اللي شفناه في اول الفيلم. وتوني لما بيفوق بيلاقي نفسه في كهف وفي جهاز غريب في صدره ومتوصل ببطارية عربية، وبيتكلم مع دكتور اسمه ينسن. وينسن بيقول لتوني انا شلت من جسمك الشظايا اللي قدرت عليها، بس في شظايا ما قدرتش اشيلها، فعملت لك عملية جراحية وحطيت الجهاز ده في صدرك، لان الجهاز ده هيمنع ان الشظايا تتحرك ويأثر على قلبك، بس ممكن في خلال اسبوع تموت والشظايا توصل لقلبك. بيظهر بعدها الارهابيين اللي قبضوا على توني، وكان اسمهم عصابة الخواتم العشرة، وهم برضو كانوا خطفوا الدكتور ينسن علشان يعمل العملية لتوني. والارهابيين ما كانوش بيتكلموا انجليزي، فبيخلوا الدكتور ينسن يترجم لتوني، وبيقولوا ان هم عاوزين توني يصنع لهم صاروخ جيركو الجديد، بس توني بيرفض يصنع لهم اي حاجة، وبيبداوا يعذبوه ويغرقوا وشه في المية. وبعد كام ساعة الارهابيين بياخدوا توني لبره الكهف وبيوروا له انهم عندهم مخزون كبير من اسلحة شركة ستارك بتاعته. والقائد بتاع العصابة بيقول احنا عندنا كل المواد اللازمة اللي هتحتاجها لصناعة الصاروخ، ولو في حاجة ناقصة قول لنا عليها، وبعد ما تصنع الصاروخ هنسيبك وتمشي. فتوني بيلاقي ان هو ما عندوش حل تاني غير ان هو يساعدهم ويصنع لهم الصاروخ، بس توني كان ناوي على الغدر وعنده خطة تانية، وبيطلب من العصابة مواد معينة، والعصابة بينفذوا امره وبيجيبوا لتوني كل اللي طلبه. وما كانوش يعرفوا ان توني هيغدر بيهم. وتوني بيطلع مواد معينة من الاسلحة وبيخلي دكتور ينسن يساعده، وتوني بيقدر في الاخر يصنع مفاعل صغير شبه الجهاز اللي في صدره، والجهاز ده يقدر يتحكم في طاقة كبيرة ويقدر يشغل قلب توني ويمنع الشظايا انها تتحرك. وبيلبس توني المفاعل ده في صدره. والعصابة كانوا بيراقبوا توني وينسن في كاميرات المراقبة، وبينما وهم شغالين ينسن بيحكي لتوني عن نفسه وبيقول له انا من قرية صغيرة في افغانستان اسمها جولميرا، بس العصابة دي هجموا على القرية وخطفوني، وعلى فكرة انا قابلتك مرة زمان في مؤتمر وسلمت عليك، بس توني ما كانش فاكره لانه كان سكران. وبعدها توني بيوري له صورة لبدلة حديدية مسلحة وهتكون متوصلة بالمفاعل اللي موجود في صدر توني عشان المفاعل يمد البدلة بالطاقة. وعلى حسب خطة توني فتوني هيلبس البدلة الحديدية دي عشان يهزم العصابة، وبيبدأوا هما الاتنين يشتغلوا على البدلة الحديدية. بس فجأة في يوم بيدخل عليهم زعيم العصابة اللي اسمه راسا، وبيأمر بتعذيب دكتور ينسن لأن راسا حاسس إن توني مش بيصنع صاروخ. وتوني بيتوسل منهم إن هم يسيبوا ينسن، وبيقول لهم هو بيساعدني كويس في صناعة الصاروخ. وراسا
فقال له قدامك يوم واحد والصاروخ يكون جاهز. فتوني بيشتغل بجهد عالي وبيشتغل طول اليوم على البدله وبيقدروا يصنعوا البدله بالفعل، وتوني بيلبسها. وينسن بيقول له عن طريق الخروج من الكهف، ورازا بيحس بحاجه غريبه بتحصل فبيقوموا رجالته يروحوا يشوفوهم، لكن توني وينسن حطوا متفجرات على الباب وبتنفجر فيهم. فرازا بيأمر رجالته ان هم يتجمعوا حالا، وينسن كان بيقفل البدله بتاعت توني بس كانوا لسه محتاجين شويه وقت عشان البدله تتصل بالمفاعل. فينسن بيروح يضرب على العصابه نار علشان يكسب وقت لتوني، بالرغم ان توني كان رافض الفكره دي، بس مع ذلك هو راح يشتت العصابه ولقى نفسه واقف قدام عشرات من رجاله العصابه، وفي نفس الوقت بدله توني اكتملت وبيتحرك توني بيها وبيشتبك مع العصابه، والعصابه بتحاول توقفه وبتضربه بالنار بس بدون جدوى. وبيقدر توني يقتل كل اللي بيقف في سكته، وبيستخدم واحد من اسلحه البدله وبيضرب صاروخ على رازا وبيلاقي ينسن مصاب اصابات خطيره. وينسن بيقول له دي كانت خطتي من البدايه، وان اضحي بنفسي عشان تقدر تهرب لان عيلتي كلها ماتت وانا عاوز اموت واشوفهم تاني. وتوني وهو بيبكي بيشكر ينسن على مساعدته ليه، وينسن بيقول لتوني ما تضيعش تضحيتي هباء واخرج عايش. وتوني بيخرج لباقي العصابه وضرب النار فيه مش بيأثر في البدله، وهو بيفتح عليهم النار وبيضربهم بالصواريخ وبيدمر مخزون الاسلحه اللي عندهم. بس الاسلحه دي لما بتنفجر النار اللي بتخرج منها بتأثر على بدلته، بس بيطلع ان توني كان مزود البدله بنظام طيران وبيطير بيها وبيهرب من المكان. لكن بعد شويه البدله بتتعطل وبيقع في الصحراء وبيقلع البدله لانها خلاص باظت، وبيمشي في الصحراء لحد ما في طيارتين امريكان بيعدوا من فوقيه وبيخرج منها جنود، وكان معاهم العقيد جيمس. وجيمس كان فرحان ان توني طلع عايش وبيرجعه توني ستارك لامريكا بعد ما كان اسير عند العصابه لمده 3 شهور. وبيبر بتشوفه كانت عايزاه يتعالج من اصاباته في اسرع وقت، بس توني بيقول لها لا انا محتاج اعمل مؤتمر صحفي للشركه حالا. فعلا بيعمل المؤتمر الصحفي في الشركه بتاعته. كان باين ان توني اصبح شخص متواضع وما بقاش نفس الشخص المغرور اللي كان عليه قبل ما يتخطف. وبيقول توني في المؤتمر الصحفي انا شفت الاسلحه بتاعتي بتستخدم في الشر، وحسيت ان انا جزء من الشر ده لان انا اللي صنعت الاسلحه وانا عندي اختراعات اقدمها للعالم احسن من الاسلحه. فبالتالي انا قررت اقفل قسم تصنيع الاسلحه بتاع الشركه نهائي. والكل بيتصدم من الخبر ده. وعلى الجانب التاني بيبر بيتقابل العميل كولسن من القسم الوطني، وهو كان جاي عشان يتكلم مع توني عن الخطف اللي حصل له. وبيبر بتحدد معاه ميعاد عشان يقابل توني. وستيم بعد المؤتمر بيجي يقابل توني وهو متعصب جدا بسبب قرار توني لغلق قسم الاسلحه، وبيقول له ان كده اسهم الشركه هتقع بشكل كبير جدا. بس توني كان عاوز الشركه تتقدم في صناعات مختلفه، وبيقول انا مش عاوز اكون سبب في موت الناس. وبيقول كمان انا هقوم الشركه على تكنولوجيا المفاعل. بس ستيم بيقول له المشروع ده مش مربح وانت عارف كده كويس. وتوني بيوري له المفاعل اللي في صدره وبيقول له المفاعل شغال كويس جدا، بس ستيم كان قلقان وبيقول له ارتاح انت بس وسيب لي كل حاجه. وبيبر بتشوف مذيع بيتريق على شركه ستارك وبيقول للناس اللي شاريه اسهم في الشركه بيعوا الاسهم حالا. وتوني بيطلب من بيبر تجيله عشان عاوز مساعدتها لانه بيصنع نسخه متطوره اكتر من المفاعل. طبعا بيبر بتتفاجئ لما بتشوف المفاعل بتثبت في صدره، وهو كان عايزها تدخل ايديها وتطلع السلك اللي جوه، وبيطلب منها تكون حذره. بس بيبر بتبقى قلقانه وخايفه وبتغلط، وغلطها ده كان ممكن يموت توني بسكته قلبيه، بس هي قدرت تلحق الموقف في الوقت المناسب. وتوني بيطلب منها تدمر المفاعل القديم عشان ملوش لازمه. وبيروح بعدها توني للعقيد جيمس وبيطلب منه مساعده في مشروع شركته الجديد. بس جيمس ما بقاش طايق توني بعد القرار اللي خده بخصوص اخلاق قسم الاسلحه، وبيقول لتوني انت شكلك جالك اضطراب عقلي بسبب صدمه الخطف. فتوني بيرجع للذكاء الاصطناعي بتاعه، وتوني بيتكلم معاه بخصوص مشروع بدلته الحديديه لانه عاوز يصنع واحده احدث واقوى من اللي كانت في الكهف. وفعلا هو وجارفيس بيشتغلوا عليها وبيسموا البدله الحديديه دي مارك 2، لان البدله اللي كانت في الكهف كانت مارك 1. وجارفيس بيظهر لتوني صوره تخيليه ثلاثيه الابعاد شكل البدله، وتوني بيرمي الحاجات اللي ملهاش لازمه وبيعدل عليها. وبعد كده بننتقل للصحراء مع رجاله رازا، وبيطلع ان رازا لسه عايش. رجالته بيطلعوا بقايا بدله توني من الصحراء، ورازا شكله ناوي يستعمل البدله دي في حاجه معينه، بينما توني بيقرر ان اول حاجه لازم يشتغل عليها في البدله الجديده هو نظام الطيران. وبيفضل شغال لايام كتيره، وهو في المختبر كان بيبحث وبيشتغل على البدله الجديده. وبيبر في يوم بتجيله وبتلاقيه بيصنع سلاح في الدرع، وهو بيقول لها ده مش سلاح، ده نظام الطيران احطه في الايد عشان هيعمل توازن وهيساعدني على الطيران. وتوني بيجرب يطير وبتطلع تجربه ناجحه نوعا ما. وتوني بيلاقي بيبر سابت له هديه على مكتبه. وستيم بعدها بيقابل توني وبيقول له مجلس اداره الشركه رفعوا قضيه عليك عشان ياخدوا الشركه منك. بس توني ما كانش قلقان لان حصته في الشركه اعلى، وبيرجع يكمل في صنع بدلته. وبعد عده محاولات فاشله قدر توني اخيرا يصنع نظام طيران للبدله.
البدله، وكمان انهى البدله الحديديه بالكامل، وكمان وصل جارفيس بالبدله عشان يتكلم معاه ويحذره لو في اعطال او اي حاجه في البدله محتاجه صيانه، وكمان يحلل ويعمل مسح لاي حاجه حواليه. وبالرغم ان جارفيس قال له ان البدله مش امان وما ينفعش تستخدمها، بس توني بيقرر ما يسمعش كلامه لانه كان متحمس جدا وبيطير بيها. كان مبسوط جدا بالانجاز اللي عمله، لكنه بيطير لفوق في السماء، وده بره حدود الطيران بتاعه البدله، ولان درجه الحراره في السماء قليله فالبدله بتتجمد بالكامل ونظام الطيران بيتعطل وتوني بيقع، بس هو بيلحق نفسه وبيشغل نظام الامان، والبدله بتطير على اخر لحظه قبل ما كان يخبط في الارض. وبيرجع بعدها البيت وكان بيهبط بيها على الارض، بس البدله كانت تقيله لدرجه انها اخترقت 3 ادوار في البيت ودمرت واحده من عربياته الغاليه. وبيروح توني يتعافى من الصدمات، وبيروح يفتح الهديه اللي جابتها بيبر، وبتطلع ان الهديه هو المفاعل اللي توني كان لابسه، وطلب من بيبر انها ترميه، وكان متغلف كانه هديه، وبيبر كاتبه عليه الدليل ان توني عنده قلب. بيروح توني بعدها يحلل اداء البدله ويطور منها، وبيقرر يخلي البدله مصنوعه من ماده التيتانيوم الذهبيه لان ده هيمنع البدله انها تتجمد. ويطلب من جارفيس يضيف للبدله اللون الاحمر، وبيسموا البدله دي مارك 3، وبيسيب جارفيس تشتغل على البدله، وبيروح حفله معزوم عليها. ولما بيوصل بيقابل العميل كولسون اللي كان عاوز تفاصيل خطف توني، بس توني بيسيبه وبيروح يرقص مع بيبر. والصحفيه كريستين بتيجي تقابله وبتوري له صور اتصورت امبارح للعصابه الارهابيه وهي بتستخدم الاسلحه بتاعته، والعصابه كانت بتستخدم الاسلحه دي على قريه في افغانستان اسمها جولميرا، كانت هي القريه اللي اتولد فيها دكتور يانسن، وكلم توني عنها. وتوني كان مستغرب هم جابوا الاسلحه دي منين، وهو اصلا فجرها قبل ما يهرب. وكريستين بتقول له شركتك بعت الاسلحه للعصابه، وبيطلع ان ستين دراعه اليمين هو اللي باع الاسلحه للعصابه الارهابيه. وبيقول لتوني انا ما عنديش مشكله ابيع الاسلحه لكل الاطراف ما دام انا هطلع كسبان. وبيقول له كمان انا واحد من اعضاء مجلس الاداره اللي رفعوا عليك قضيه. وتوني بيتصدم ان واحد من اكتر الاشخاص اللي هو بيثق فيهم بيخونوا بالشكل ده. وبيرجع توني البيت وهو متعصب، وبيشوف الاخبار على التلفزيون وهي بتتكلم عن اعمال العصابه الارهابيه في قريه جولميرا، وان اهل القريه بيطردوا من بيوتهم بسبب العصابه. بينما توني كان بيعدل على الدراع بتاع بدلته وقدر يخلي نظام الطيران يشتغل كسلاح، وبيجرب السلاح في المختبر عنده، والبدله الحديديه بتبقى اكتملت اخيرا، وبيلبس البدله وبيطير بيها لقريه جولميرا. وكان عازم ان هو يصلح غلطه شركته ويدافع عن قريه الراجل اللي ضحى بحياته عشانه. وبنشوف في قريه جولميرا الارهابيين بيجمعوا الناس عشان يقتلوهم، بس بيظهر توني ستارك وفي ثواني بيهزم الارهابيين اللي واقفين حواليه، وبيحدد الارهابيين دول وبيقتلهم بالسلاح الجديد اللي في بدلته. وبالفعل بيموتوا كلهم وبدون ما اي حد من اهل القريه يحصل له اي حاجه. قائد العصابه كان عاوز يستخبى، بس توني بيجيبه وبيرميه في وسط القريه وبيسيبه عايش عشان اهل القريه تاخد حقها منه بمعرفتهم وبالطريقه اللي ترضيهم. وبيطير بعدها وبيحدد مكان اسلحه العصابه، بس بيتضرب بقذيفه من العصابه وبيقع على الارض، وبيقوم وبيفادي قذيفه تانية، وتوني بيرد وبيضرب الدبابه دي بكذا قذيفه وبيدمرها. وبعدها بيروح يدمر صواريخ جيركو اللي ستيم باع على العصابه. بعد ما دمرها بيطير، ورازا بيوصل وبيشوف توني وهو بيطير، والقاعده الامريكيه الجويه بتعرف باللي حصل وبيتساءلوا مين اللي هجم على العصابه الارهابيه. وبعدها بيشوفوا قدامهم مركبه بتطير، والجنود بيعتقدوا ان اللي بيطير ده طياره بدون طيار، والعقيد جيمس بيظن ان هو اختراع من اختراعات توني ستارك، فبيكلمه وبيساله وبيقول له احنا شايفين مركبه بتطير تعرف حاجه عنها؟ بس توني بينكر وبيقول له معرفش انت بتتكلم عن ايه. وفي خلال ثواني توني بيلاقي طيارتين من الجيش بيطاردوه وبيبداوا يضربوا عليه نار، وهو بيحاول يفادي الضربات على قد ما يقدر، وفي الاخر بيستسلم وبيكلم العقيد جيمس وبيقول له ان المركبه اللي بتطير دي بتاعتي فوقف اطلاق النار. وجيمس بيتعصب لان توني بيستخدم معدات غير مصرح بيها في الجو، فتوني مش بيلاقي حل غير ان هو يقول له انا اللي في المركبه. والعقيد جيمس مش بيلحق يلغي الهجوم، وتوني بيتضرب من واحده من الطيارات فبيفقد السيطره وبيطير وبيخبط في جناح الطياره الثانيه، فالطيار بيخرج من الطياره وبيفتح المظله، بس المظله كانت معلقه، فتوني بيتدخل وبيشغل المظله بتاعته وبينقذه. وتوني بيقنع العقيد جيمس ان يعتبر اللي حصل مع الطيار ده مجرد تدريب للطيارات. وتوني لما بيرجع البيت بيبر بتشوفه ببدلته الجديده. بعدها ستين بيروح يزور العصابه الارهابيه، وبيطلع ان ستين كان دافع للعصابه فلوس عشان يخطفوا توني في البدايه ويقتلوه. ورازا لما اكتشف ان هو قبض على العبقري دوني قرر يسيبه عايش، وكان عاوز يستفيد منه ويصنع له صاروخ. وبيقول لستين شفت اللي حصل لنا بسبب توني ستارك، فستين بيقول له ما لو كنت
كنت عرفت تقبض عليه كان زمان وشك سليم. ورازا بياخده وبيوري له البدله الحديديه اللي جمعها من الصحراء، وبيقول له السلاح اللي قدامك ده سلاح قوي جدا حتى وهو نسخه بدائيه، وبما انك نفسك تستولي على شركه ستارك فالعدو بتاعنا واحد، والبدله دي هديها لك كهديه مني، في المقابل انا عاوزك تديني بدل حديديه للرجاله بتوعي. بس ستيم بيقرب منه بيحط جهاز جنب ودنه، والجهاز ده بيشيل دماغ رازا، وبيخرج ستيم من الخيمه وبيقوموا رجالته يقتلوا رازا كل رجالته ويجيبوا البدله الحديديه معاهم. وبنرجع لتوني اللي كان بيتكلم مع بيبر وبيطلب منها تروح للكمبيوتر الرئيسي بتاع الشركه وتنسخ منه شويه معلومات بالفلاشه دي عشان اعرف مجلس الاداره بيبيع الاسلحه لمين واوقفهم، عشان انا عاوز انقذ الناس اللي بيتاذوا بسببي. انا لما طلعت عايش وهربت من العصابه فهمت ان انا عشت عشان المفروض اعمل حاجه صح، وانا متاكد ان اللي انا بعمله ده هو الصح. وبيبر بتتاثر بالتغيير اللي حصل في شخصيه توني وبتوافق تساعده، وبتروح للكمبيوتر الرئيسي اللي في مكتب ستين وبتحط الفلاشه عشان تنسخ البيانات، وبالصدفه بتشوف فيديو للعصابه بتعرف ان ستين هو المسؤول عن اختطاف توني. وساعتها ستين بيخش عليها وبيشوفها قاعده على الكمبيوتر، وبيبر بتخفي اللي كانت بتعمله وبتمشي. وستين لما بيقعد على الجهاز بيعرف انها سرقت شويه معلومات، وبيبر وهي ماشيه تقابل العميل كولسون وبتمشي معاه عشان تخرج في امان. وستين بيقابل المهندسين بتوعه اللي شغالين على البدله الحديديه اللي كانت في الكهف، والمهندسين قدروا يصلحوا الاجزاء التالفه منها بس مش عارفين يصنعوا مفاعل زي اللي مع توني. وستين بيتعصب عليه وبيقول له توني قدر يصنع مفاعل في كهف ومعدات بدائيه، فالمهندس بيقول له انا مش عبقري زي توني ستارك. فستين بيفهم ان هو كده ما عندوش غير حل واحد، وبيروح يشيل دماغ توني بنفس الجهاز اللي شل بيه رازا، وتوني ما بقاش عارف يتحرك. وستين بيعترف له ان هو امر العصابه تقتله، وبيقول له انا كنت عاوز اخلص منك عشان امسك منصب اداره الشركه، لان كل النجاحات اللي حصلت في الشركه مؤخرا كانت بسببي، بس شكلك كان مقدر ليك تعيش عشان اخد منك المفاعل ده. وستين فعلا بيخلع من صدره مفاعل وبيقول له ان المفاعل ده هيغير العالم، انا كمان هروح اقتل بيبر لانها عرفت اسراري، وبيسيبه وبيمشي. وبيبر في نفس الوقت بتتصل بالعقيد جيمس وبتعرفه ان ستين هو السبب في اختطاف توني، فجيمس كان في طريقه لبيت توني، وتوني في نفس الوقت كانش عارف ياخد نفسه وبيتحرك بالعافيه، وكان رايح للمفاعل اللي بيبر اديته له كهديه وبيزحف على الارض وكان خلاص هيموت وبيستسلم، بس الروبوت بتاعه بيديله مفاعل بيركب المفاعل في صدره، وجيمس بيكون وصل. وجيمس بيقول له انا بعت 5 من رجالتي عشان يقبضوا على ستين، بس توني كان عارف ان 5 اشخاص مش هيقدروا يقفوا قدام قوه ستين الجديده. بيروح توني يلبس بدلته، وجيمس كان منبهر باختراعه الجديد وبيسال توني اقدر اساعدك ازاي، فتوني بيقول له فضيني السما من اي طيران. وبينطلق توني ستارك وبيبر والعميل كولسون وعملاء تانيين من القسم الوطني بيوصلوا لمقر ستين، بيلاقوا هناك البدله الحديديه الاولى. فجاه ستين بيظهر وهو لابس بدله ضخمه وبيهاجم العملاء وبيقتلهم، كان لابس المفاعل اللي سرقه من توني، بينما توني كان متجه ناحيتهم. شارفز بيقول له المفاعل اللي انت لابسه بيزود البدله بنص الطاقه عن المفاعل اللي قبليه، لان المفاعل ده مش مجهز لبدله مارك 3. وتوني بيوصل قبل ما ستين كان هيقتل بيبر، والاتنين بيبداوا معركه مدمره ما بينهم وبيخرجوا للشارع وبيكملوا معركتهم. وستين بيشيل العربيه وكان عاوز يحدفها عليه، بس توني بيهاجمه وبيمسك العربيه عشان عاوز ينقذ الناس اللي جواها، وستين بيمسكه وبينزل فيه ضرب، وتوني ما كانش عارف يقاتله لان المفاعل بتاعه ضعيف، الطاقه اللي معاه بتخلص فبيضطر يطير بعيد في السماء. وستين بيطارده وبدله ستين بتبدا تتجمد، وبيحصل مع ستين نفس المشكله اللي حصلت مع توني، وبدلته بتتعطل وبيبدا يقع، وتوني واقف وما حصلوش اي حاجه، بس المفاعل بتاعه بيبقى فقد طاقه كبيره، فتوني بيقع هو كمان، بس بيقدر ينزل بسلام على سطح شركته بالطاقه الاحتياطيه. وستين بيطلع عايش وبيستكملوا معركتهم، وتوني خلاص اصبح بدون طاقه تقريبا، وستين بيمسكه وبيدمر بدلته، بس توني بيفلت منه بعجوبه وبيروح يكلم بيبر وبيطلب منها تشغل المفاعل بتاع الشركه باقصى قوته. فعلا بيبر بتروح تعمل كده، والطاقه الكبيره اللي بتخرج بتدمر المبنى وبتعضل بدله ستين، وبيبر بتكون قلقانه لكن توني مات، بس توني كان قدر يهرب في الوقت المناسب. ستين بيفقد الوعي وبيقع في مفاعل الشركه وبيموت، والمفاعل بتاع توني بيبدا يستعيد الطاقه، فتوني بيعيش. وتاني يوم العقيد جيمس بيطلع يتكلم في مؤتمر صحفي عن المعركه اللي حصلت على سطح شركه ستارك، وتوني كان بيقرا الاخبار والصحافه اطلقت عليه اسم ايرون مان، وتوني بيعجبه الاسم بيقرر يسمي نفسه بالاسم ده. والعميل كولسون بيجي لتوني ويقول له على قصه مؤلفها يقولها للصحافه عن وفاه ستين وانه مات في حادثه طياره، وتقول ان ايرون مان ده حارس شخص ليك. بيطلع توني قدام الصحافه وكان المفروض يحكي للصحفيين قصه اللي العميل كولسون قالها له، بس بيقرر ما يقولش الكلام ده وبيقول للصحافه انا ايرون مان. الصحفيين بتصدموا، وبالليل توني وهو راجع البيت بيلاقي راجل غريب مستنيه، والشخص الغريب ده بيبقى نيك فيوري مدير منظمه ذا شيلد، وده هو نفس القسم الوطني اللي شغال فيه العميل كولسون، وبيقول لتوني انا عاوز اضمك لفريق اسمه الافنجرز. وبكده يكون خلص فيلمنا. لو عجبك الفيلم متنساش الشير واللايك والسبسكرايب، واي افلام ابطال خارقين حابين نلخصها
اكتبوا لنا في الكومنتات. وما تنسوش تستنونا في ملخص الجزء الثاني والثالث بتاع ايرون مان.